جيل جديد أسوأ جيل. دراسات كتقول أنهم رادة ثانيين. فهاد الفيديو اللي ماشي عادي غتشوف كيفاش هذا يقدر يدمر حياة ولدك. بزاف ديال الأطفال هذا رجعهم ألوان. هاد الفيديو مهم بزاف، خاصك تفرج عليه من الاول حتى الاخر، وما تنساش اهم حاجه بارطاجيه مع العائلات. اي واحد عنده وليدات خاص ضروري يتفرج على هاد الفيديو. وليدات هاد الوقت مختلفين على الاجيال السابقه. الا قلت لك تخيل معايا الدري في 2025 كيفاش داير، اول حاجه غيجي في بالك هو دري شاد التليفون وكيلعب ولا كيتكونيكتا ولا كيدير شي حاجه. المهم شاد التليفون. وانا كنقلب وكنبحث لقيت بان هذا يقدر ولدك يدمرو تدمير. قبل ما ندخلوا لهذا الشيء كامل اجي نشوفوا الاجيال اللي دازوا. عندنا 4 الاجيال، كاين جيل اكس والجيل الالفيه وجيل زد والجيل الفا اللي غندوي عليه. الناس اللي تزادوا من بين 1995 ل 1980 هادوم كيتسماو جيل اكس. هاد الجيل هذا جا من بعد الحرب العالميه الثانيه. الاطفال ديال هاد الجيل عاشوا حياه طبيعيه 100%. لعبوا في الزنقه، طاحوا، ضحكوا، نشطوا، وما كانش في حياتهم تليفون. هاد الجيل كانوا كيولدوا بزاف، تقريبا المرة واحدة كتولد 7 ديال الدراري، وتبارك الله. من الحوايج اللي زوينه في هاد الجيل هو انه جيل كيعرف الاحترام. من ابرز الشخصيات اللي تزادوا في هاد الجيل إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم. إيلون ماسك عنده واحد القصة اللي محزنة مع ولده، كيفاش ولده مع الأسف رجع ألوان. غنعاودكم هاد القصة في الآخر ديال الفيديو. المهم ما علينا، كيجي موراه جيل الألفية، الناس اللي تزادوا من بين 1981 حتى 1996. هاد الجيل حتى هو عاش حياة طبيعية، لعب وضحك ونشط. نقدروا نقولوا هاد الجيل هذا عاش البداية ديال التكنولوجيا. في الوقت ديالهم كان خرج الفيسبوك والبلاي ستيشن ونوكيا، وشكون ما كيعرفش نوكيا. من ابرز الشخصيات ديال هذا الجيل كاين بزاف، مثلا مارك اللي اخترع الفيسبوك، سام الكاتمان اللي صاوب الذكاء الاصطناعي، اخوين كيفن ومارك اللي صاوبوا الانستغرام. نقدروا نقولوا بان هذا الجيل هما اللي اسسوا المواقع التواصل الاجتماعي. من بعد كيجي جيل زد اللي تزادوا من بين 1997 حتى 2012. كنظن كلكم شفتوا شنو وقع في المغرب في الايام الماضيه. وقعوا احتجاجات سلميه، ناس طالبوا بالتعليم والصحه. وشكون كان مور هاد الاحتجاجات؟ كانوا جيل زد. هاد جيل زد نقدر نقول لكم بانه احسن جيل واسوأ جيل. احسن جيل هو انه عاش حياه طبيعيه ومن بعد دخل التكنولوجيا. بحال دابا انا كنعقل على راسي، لعبت كره، ضحكت، نشطت، دوزت كاع الحوايج الزوينه، ومن بعد فاش ولا عندي 17 عام خديت التليفون. وفاش خديت التليفون تعلمت بزاف د الحوايج. اهم الحوايج اللي تعلمت هو نصنع المحتوى الزوين. راك عارف شنو غدير؟ دير لايك، تابونا في لاشين، ومرحبا بك. ولكن مع الاسف الجيل ديالنا اللي سميتو جيل زد كيقولوا بان هذا الجيل هو اكثر جيل مكتئب، واكثر جيل عنده القلق، واكثر جيل فيه معدلات الانتحار عاليه مع الاسف. واخيرا وليس اخيرا كيجي جيل الفا اللي تزادوا من بين 2010 حتى 2025. هذا الجيل مع الاسف ما كيعيش حياه طبيعيه، جيل تربى على التليفون وعلى الشاشات. مستحيل تشوف شي دري من هذا الجيل ما كيعرفش يستخدم التليفون ولا الطابليت ولا الويفي، عندهم داك الشيء في الدم. هذا الجيل هذا هو اكثر جيل من ناحيه العدد، يقدر حوالي 2 المليار، كلهم من جيل الفا. دراسة كتقول 40% ديال الأطفال اللي عندهم قل من عامين كيعرفوا يستخدموا التليفون والطابليت وزيد وزيد. ودراسة أخرى عاوتاني كتقول أن كل طفل من 4 الأطفال اللي عنده قل من 8 سنين عنده تليفون شخصي. دابا غير تخيل طفل عنده 8 سنين كتلقى عنده حتى هو تليفون وعنده باج فيسبوك وزيد وزيد. أنا شخصيا كما قلت لكم تا ولا عندي 17 عام عاد شريت التليفون. نبقاو في الدراسات. كتقول واحد الدراسه 72% من هذا الجيل كيستعملوا التكنولوجيا في حل الواجبات المنزليه. وهذا الشيء راه كيعانيو منه بزاف ديال الاساتذه. كيعطيو تمرين للتلميذ باش يعصر الدماغ ديالو ويخرج داك التمرين، كيمشي هو كيعطي التمرين للذكاء الاصطناعي بحال ما دار والو. ودراسه عجيبه عاوتاني كتقول ان 49% ديال هذا الجيل هذا كيتيقوا في المؤثرين واللي كيصاوبوا الفيديوهات اكثر ما كيتيقوا في والديهم.
يعني ولدك يثيق فيا انا وما غيثيقش فيك انت. وهذا الشيء راه خطير بزاف، راه انا ماشي باك باش تثيق فيا، خاصك تثيق في باك ماشي فيا. الا بغينا نشوفوا شنو هما التاثيرات ديال التكنولوجيا وديال التليفونات على العقل ديال الطفل ديالك ولا ولدك، اول حاجه التليفون كيأثر على الوعي والادراك عند الاطفال. هذا الفيديو هذا غيبين لكم ان الدري كيعطيوه معلقه خاويه ما فيها لا ماكل لا حتى شي حاجه، هو في الدماغ ديالو ما حس بوالو، بحال كيقول راني كناكل، هو ما كياكل والو. ثاني حاجه دراسه لقات بان الاطفال اللي ديما خاشين وجههم في الشاشه في التليفون ولا الطابلت ولا اي حاجه كيولي عندهم ضعف في التحكم بالمشاعر، الغضب والحزن وبزاف ديال الحوايج. الا حيدتي ليه التليفون كيولي كيغوت وما عرف شنو باغي يدير. وهذا الشيء غتكونوا كتلاحظوه الناس اللي كتعطي ولادها التليفون بزاف راه صعيب تحيدوله. ومن الحوايج عاوتاني اللي خطيره بزاف هو ان التليفون كيأثر على الدماغ ديال الطفل ديالك. كاينه واحد ماده رماديه، هاد الماده هذه مسؤوله عن الذكاء والتركيز. الطفل فاش كيبدا يشوف التليفون بزاف هاد الماده كتقلال، والا قلالت يعني ولدك ما غيبقاش عنده التركيز وحتى الذكاء عنده غينقص. تعطيه تمرين عادي ما يقدرش يحلو. والا بغينا نشوفوا هذا كيفاش كيأثر نفسانيا على الطفل غنلقاو بان التليفون كيسبب للطفل القلق والاكتئاب وزيد. كاين واحد الحاجه سميتها القلق الخوارزمي. شنو هو هذا القلق الخوارزمي؟ هذا القلق الخوارزمي كيصيب الطفل فاش الطفل كيمشي لمواقع التواصل الاجتماعي وكيشوف اطفال بحالو لابسين احسن منه ولا لابس عليهم وعندهم شي حوايج ما عندوش هو. هنايا كيوقع ليه القلق ديال المقارنات، كيبدا يقول شوف هذا احسن مني، هذه مشكله. اخطر حاجه اللي اكثر من هذا الشيء كامل من الصباح وانا كنعاود فيه هي الافكار اللي كتروج، هي الافكار اللي كيشوف ولدك. وبغيت ندوي على واحد الحاجه مهمه وهي يوتيوب كيدز. بزاف ديال الاطفال كيدخلوا يتفرجوا في يوتيوب كيدز، هذه منصه ديال الاطفال. الحاجه اللي نتوما ما عارفينش يا ايها الاباء ان هذه المنصه يوتيوب كيدز عليها فضائح، والسبب هو ان هذه المنصه كتعرض مشاهد غير لائقه للاطفال. هو خيبه فهمني من الاخر. داكشي اللي كيعرضوا في يوتيوب كيدز مريض، داكشي مريض. ولدك ملي كيشوف المرض راه كيولي حتى هو مريض. والمصيبه الكبيره هي الا كان عندك نيتفليكس وكتعطي لولدك يتفرج في الرسوم في نيتفليكس، هذه هي المصيبه الكبيره والطامه الكبرى. مؤخرا عاوتاني خرجت واحد الفضيحه على نيتفليكس. المهم القصه ديال هذه الفضيحه كان واحد المسلسل في نيتفليكس مدبلج باللغه العربيه الفصحى. الحوار اللي كيوقع في هذا المسلسل حوار نقدروا نقولوا مقرف. غنخليكم تفرجوا في هذا الفيديو وغتفهموني علاش داوي. اصدقائي واحد الرسوم كيف نتفليكس فعلا خطير. زيد عند موضوع باك تفرج تنفع الحلقه. جوه الحوار زعما بين جوج دراري. عفوا المعذره، أليس رومانسيا أننا سوية في جولة وبمفردنا؟ يا إلهي إنهما يبدوان رائعين للغاية. لو سألت رد هاتفا إنك تفوت وقتا مميزا معي. أحدث أنا أحبك وأنا أحبك، لكن ماذا يحدث؟ أريد أن أعترف لك، أنا معجبة بك، لدي مشاعر نحوك منذ بعض الوقت. أريد أن أعلم إن كنت كذلك. يمكنك أن تجيبي كما تشائين. أنا سوية، أعني واثقة من ذلك. أجل. دابا تخيلوا ولدك يتفرج على هذا الرسوم، راه 100% الافكار ديالو غيتبدلوا ويقدر من هنا قدام يرجع شي حاجه الله يسر. إيلون ماسك اللي ذكرت في الاول ديال الفيديو، هذا السيد من اكثر الناس اللي ما كيحملش هذه المنصه، ومؤخرا بوست عليها مقالات في تويتر ديالو كيقول للناس بانكم خصكم تقاطعوا هذه المنصه لانها ما مزياناش لولادكم وكتروج افكار سامه. وبالمناسبه هذا الشخص هذا من اكثر الاشخاص اللي ما كيحملوش الافكار ديال الالوان، حيت عنده قصه خايبه مع ولده. إيلون ماسك عنده بزاف ديال الولاد، ولكن واحد الدري مع الاسف خرج له الوان تحول للانثى. هذا الشيء اللي خلى إيلون ماسك ما كيحملش شي حاجه سميتها الالوان وكيحاربها بجميع ما اوتي له من قوه. كيفاش تولدوا ولا الوان هذه قصه طويله بزاف، ولكن اش غنقول لكم الاصدقاء، الله يسر الله يحفظنا. الا وصلتي حتى لهنا كنتمنى تبارطاجي الفيديو مع العائله ديالك، مع ولدك، مع اي واحد، وتفهموا مزيان بان هذا ما خدامش ليه. هذا يمكن ياخذو تيولي عنده 18 عام 17 عام. وما تنساوش كما العاده الا وصلتي لهنا باش نعرفك وصلتي لهنا كتب في الكومونتير انس بزي كان هنا. نتلاقاو في فيديوهات جايه. تهلاو.